عقلنا دايما بيفكر، وفكرنا دايما متنوع، وفي أفكار صحيحة وفي أفكار خاطئة، وفي أفكار خير وفي أفكار شر. لكن الحقيقة عدو الخير بيستغل أحيانا موضوع التفكير ده وبيدخل لنا أفكار شريرة. أصدقاء الشباب، أهلا بيكم في حلقة جديدة من شباب في شباب. حلقتنا النهاردة هتكون عن الشباب وحروب الفكر. خلونا نبدأ معاكم حلقتنا عن الشباب وحروب الفكر، لكن بداية بنرحب بنيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب. سيدنا أهلا بنيافتك. أهلا. سيدنا، في حلقتنا النهاردة عن الشباب وحروب الفكر، كانت الوصية الأولى في لوحي الشريعة بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. فترى سيدنا مين اللي بيسبق الآخر، الفكر ولا القلب؟ كلمة ساعات العقل ساعات بتختلط بكلمة القلب في الأصل اللغوي القديم اليوناني، فالاتنين بيبقوا ماشيين مع بعض. الاتنين ماشيين مع بعض، يعني ممكن مشاعري تيجي الحاجة فابتدي أفكر فيها واشوف هم هوصل لها ازاي، وممكن بالعكس اقعد افكر فاحب موضوع ابتدي ان انا انفذه. فالاتنين ماشيين مع بعض. الانسان بيسموها دلوقتي نظريه الجشتالت، او يعني النظريه الكليه للانسان. الانسان مش متفتت حتت، الانسان يعني عباره عن كله متكامل، كله متفاعل. حتى الامراض بقت في امراض نفس جسديه، يعني تبقى مرض في النفس يجيب الجسد، تعب في الجسد يجيب في النفس، وهكذا. يعني بلاش نخليها ايه بالحرف كده، ده قبل ده وده قبل، ابدا مع بعض. طب ايه العلاقة بين الفكر والقلب؟ يعني ايه عقلنة الامور واستيعابها معلوماتيا وتحليليا. المخ بيفكر، القلب بيشعر، حاجة تاني خالص. يعني يحب يكره زي كده، فده يفكر وده يشعر، فده غير بعض، ده غير ده. طبعا ده ما يلغيش انهم ايه بيتفاعلوا مع بعض. سيدنا، من خلال تعاملنا مع بعض الناس والأصدقاء أو المجتمع اللي احنا عايشين فيه بنسمع كلام كتير وأفكار كتيرة، فإزاي أنا أقدر أميز إن الأفكار دي كويسة أو أفكار شريرة؟ طبعا ده موضوع مهم جدا جدا، زي ما قال الكتاب، يعني كل من حواس مدرب التمييز بين الخير والشر. وامتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ومعلمنا القديس أنطونيوس لما قعد مع ولاده بيقول لهم ايه اهم فضيلة، ده قال له المحبة، وده قال له الصوم، وده قال له الصلاة، وده قال له الانتظار. قال لهم الإفراز والتمييز. الواحد ليه ممكن واحد يعمل الحاجة بدوافع غلط؟ يعني ممكن يصلي عشان يعني يقول لك يا سلام أنا بقيت من اللي بيصلوا بالشكل الفلاني، وممكن يخدم وفي الآخر يرجع الخدمة لذاته. فكل ده لو عنده تمييز بقى هيقول أنا كنت بخدم ذاتي النهاردة، مش بخدم المسيح. الصلوة كلها كانت شكلية وكذا. فالتمييز مهم جدا جدا يعني، وده يحتاج من الإنسان إنه يعني يبقى فيه نعمة ربنا. يعني الكتاب قال تكون لهم الحواس مدربة للتمييز، فيبقى ذهنه بيفكر في ربنا، ودانه بتسمع صوت ربنا، لسانه بيقول كلام ربنا. مفيش مانع انه يسمع ويستفيد من الاخرين وهم بيدوله توجيهات وارشادات ومعلومات والى اخره وخبرات حياه. كل ده لما يتفاعل جوه الانسان يبقى قادر انه يميز الصح من الغلط. بس سيدنا لو نفترض انه معرفش، حصل تشويش او تشويه مع افكاره واتلخبط وتردد وتشكك، يعمل ايه؟ عملوا ليه اب اعتراف؟ عشان كده، لان انا ممكن اقرا الانجيل وافسره غلط، ممكن اسمع عن تصرف معين انه صح وهو غلط، او غلط وهو صح. مين اللي ساعدني؟ اب الاعتراف. وعشان كده كنيستنا جميله انها عامله لنا اب الاعتراف لكي يرشدني روحيا وفكريا ونفسيا كمان. يعني بيحسدونا في العالم ان عندنا اب الاعتراف اللي بنفضفض له، فالمخزن اللي جوه ده واللا شعور والشعور كله يطلع بره ويبقى فيه ارشاد. ومش اب اعترافي بيرشدني بمخه هو، لا، بمخه المستنير بالروح القدس، بخبرات حياته المنضبطه بالروح القدس.
فيبقى أنا دلوقتي عندي وسيلة للتمييز من أروع ما يمكن، اللي هي إرشاد أب الاعتراف. برضو يا سيدنا أحيانا البعض ما بيقتنعش بآراء أب الاعتراف. أناقش أبونا ده مش دكتاتور، ويمكن هو بيقول لي حاجة أنا مش عارفة استوعبها، لما أخد ودي معاه يشرحها لي أقول له طب كده أوكي، من حقي يعني، مش هيزعل مني. لما لازم يعني مثلا بتلاقي الشاب يعني يقول لك يا ابونا انا يعني ارتبطت عاطفيا بواحده، فابونا يقول له يا ابني انت في ثانوي، لا مش كويس كده، مش عاجبه الكلام يعني، في ساعات يروح يغير رب الاعتراف. طب ما يقول له كده برضه، هو بيقول له مش وقته، اصبر، لان انت لو انت ضيعت طاقتك ووقتك في مشاعر عاطفيه غير مضبوطه وانت في سن ما قبل 20 يعني بتفكر في الجنس الآخر على بعضه، فترتبط ازاي بواحدة وانت في السن الصغير ده، بعدين تغيرها بكرة بتجرحها وبتجرح سمعتها، مش صح. الصح ان يعني هم كلنا اخوات مع بعض، ولاد وبنات، لكن وهكذا. فالإرشاد مطلوب، والإفراز مطلوب، والإنسان ما ياخدش الفكرة اللي في دماغه ويطير بيها، لا ممكن تبقى غلط. وفضيلة الإفراز بتيجي مع مرور الوقت، مش بتيجي تعلم، على طول. خبرة اسمها learning process، يعني عملية تعليمية، وخبرات خطأ وصواب. يعني أنا زوغت من أبونا ونفذت اللي في دماغي ورجعت ندمان وزعلان، أرجع له أقول له سامحني ده أنا عملت كذا. طيب ما أديك خدت خبرة كويسة، ما يجراش حاجة. يعني حتى خبرة السقوط بنختبر فيها 3 حاجات، نختبر الشيطان قد إيه مكار وعايز يوقعنا، أنا قد إيه ضعيف ممكن أقع، ربنا قد إيه محب وممكن يقبلني مهما حصل. طب سيدنا يا ريت نيافتك توضح لنا الأسباب اللي بتدخل منها الأفكار الشريرة لعقول الشباب. لا، ما هي الفكرة ممكن تنبع من شهوة في القلب، يعني تيجي شهوة القلب فيبتدي الواحد يترجمها فكريا إلى فكرة، وعمليا إلى سلوك، ويكرر السلوك ويبقى عادة، فتبقى نابعة من جوه. نمرة 2 ممكن تيجي من الشيطان، يعني يلقي الفكرة في ذهن الإنسان فيبتدي الإنسان يمشي وراها ويتعب. نمرة 3 ممكن تيجي من الحواس، يعني يشوف منظر، يشوف فيلم، يشوف بتاع فتجيله فكرة وحشة. نمرة 4 تيجي من الأصدقاء، ودول لهم تأثير كبير جدا في حياة الشباب. يعني ما تيجي يلا نعمل كذا، هي فكرة، ما تيجي نروح مش عارف ايه، فكرة. عشان كده لازم يبقى الواحد صاحي ومبني كويس روحيا وفكريا وثقافيا وغيره، بحيث ان مش اي واحد يقول لي فكرة اروح ماشي وراه، لا، اوزن ما يقدم لي من افكار بميزان النعمة والانجيل والارشادات اللي انا عارفها وهكذا. طب ايه رأي نيافتك يا سيدنا لو برضو ايضا البعض يقول انت بتقول افكار شريرة، طب ايه يعني فكرة شريرة لكن انا ما نفذتهاش، ايه رأي نيافتك؟ يعني ايه؟ يعني هو يقول فكرة شريرة ومن غير ما ينفذها؟ يسمع طب ما دي يسمع افكار بداية شريرة، التنفيذ، وهات ولو او يقول لكن بدون تنفيذ، دي بداية التنفيذ، يعني يبقى شاعر ان هو مش في خطر وان هو غلط. الغلط في ايه؟ في ان هو بدأ الغلط، لان الكتاب قال لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ. فمك يعني بيتكلم كلام خارج ده خليه يروح يلخبط. ولا ودني تيجي لها اي حاجات كده، لا ده انا بس كده يعني بسمع يعني، لا، ما السمع ده هيحرك المشاعر جوه والى اخره. فالانسان زي ما اتفقنا في البدايه متفاعل، الحواس مع الفكر مع الجسم. سيدنا دلوقتي مع فقرة التقرير، نشوف آراء الشباب بتقول ايه عن حروب الفكر، نشوفها مع نفسك. ايه اكتر الافكار اللي بتحارب بيها الشباب؟ الفراغ، لما اكون متفرغ. واكتر حاجه طبعا يعني بتحارب الشباب او بتحارب الافكار للشباب، اعتقد هي الظروف الاقتصاديه حاليا اللي بتمر بيها مصر. كله في ناس كتير بيخفضوا عماله في الاشغال،
في ناس كتير لما بيخفضوا عمالة بيمشوهم أو بيقللوا من المرتب بتاعهم، فكل ده طبعا بيعمل حاجة كده في نفسية الشباب بتكون تعبانة جدا يعني، كله بيكون متأثر بيها جدا يعني. لو هتكلم عن نفسي يعني الإحباط، يعني هو الإحباط ده دايما موجود في جميع الناس. جميع الناس لازم تسيطر على الواحد بسبب الإحباط أو تحبطه بكلمة. لازم تكسره، يعني ايه تكسره، ما تخلوش يعرف يعمل أي حاجة. الأفكار كتيرة، في أفكار كويسة وفي أفكار وحشة يعني. الأفكار الكويسة منها إن أنت عايز تعمل حاجة وتبقى شاب ناجح يعني في الحياة. أفكار وحشة كتير. أصدقاء السوء كتير وحاجات كتير بتأثر سلبا. ممكن طبعا افكار بالنسبه لي كشاب حاجات للمستقبل، يعني انا بالنسبه لي ايه مستقبلي، ايه اللي ممكن اعمله فيه، هل اقدر اعيش في البلد ولا لا، امكانياتي الماديه هتساعدني ولا لا، هلاقي شغل ولا لا، هل اقدر اعيش فعلا كشاب مسيحي ولا انا محتاج ان انا امشي مع العالم. طبعا دي كلها افكار بتحاربني جامد، ومعرفش ازاي ممكن تبقى ايه اجابتها، وممكن يكون بالنسبه لي حاليا ليا تفكير، بس وقت ما احب ما اصطدم الواقع هيبقى ليا هغير طريقه تفكيري خالص. ممكن الغرور او العكس، صغر النفس. ممكن مثلا ايه، عموما هو عشان الدنيا اتفتحت قوي بزياده، فممكن بقى مش سهل ان التفكير الوحش يجيك حتى لو غصب عنك، يعني حتى لو انت ماشيه في الشارع ممكن ما تكونيش انت متعمده انك تفكري في حاجه وحشه، بس بشكل او باخر احيانا يعني الشباب بيقعوا في التفكير السلبي. من ناحيه الافكار مفيش افكار الا بس انك انت ما بتشتغلش وبدون شغل وقاعد كده، بس هي دي. انه يخاف من المستقبل، انه يخاف من الفشل، انه يخاف من المجهول. دي اكتر الافكار. ايه رأي نفتك؟ حلوة يعني. مثلا اللي قال الفراغ يقول لك عقل الكسلان معمل الشيطان، واللي قال الظروف لما يلاقي ظروف اقتصادية صعبة يقعد يفكر في المستقبل ولا في السفر ولا غيره، واللي قال الحواس، واللي قال الأصدقاء المحيطين. يعني فعلا كل دي مثيرات فكرية إما جيدة أو سلبية. المهم أنا إيه، أفرز بقى وأميز، أخد الإيجابي وأسيب السلبي. سيدنا قيل عن السيد المسيح أنه جرب ليعين المجربين، فيا ترى هل السيد المسيح وضع لنا قواعد نمشي عليها عشان نقدر نحارب الأفكار؟ طبعا. أصل هو كلمة جرب هنا جرب من الشيطان، سمح له ربنا بكده وحاربه وانتصر عليه بأسلحة سابها لنا احنا كمان، يعني بشرية. حق الصلاة، كان قاعد في مناجاة مع الأب باستمرار. الإنجيل كل شوية يقول له مكتوب مكتوب مكتوب. الصوم كان صايم 40 يوم. رفض الشيطان واذهب عني يا شيطان، والبعد عن إبليس ومقاومته. فدي كلها أسلحة للانتصار. دي التجارب اللي هي جاية من الشيطان، دي غير بقى التجارب التانية اللي هي ان الواحد مثلا يفقد فلوس، صحته تتعب من حاجة. دي تجارب يسمح بها ربنا وتبقى لتكميل الإنسان وتزكيته وتنقيته. طب القواعد اللي ربنا أو المنهج اللي احنا نمشي عليه عشان نقدر نحارب الفكر كخطوات يبقى ايه؟ هو قال بدوني لا تقدر أن تفعل شيء. بس كمان ايه، زي ما قال دي، قال قاوموا إبليس فهرب منكم. مش معناها ربنا هو الأساس في الانتصار. طب يلا يا رب انتصر لي، لا، قاوم انت وانا هساعدك. لازم يبقى لي دور. يعني داوود جاب حتة بتاع ده حصواية كده ونبلة 100%. لو حد شافه كان يعني يقعد يتريق عليه، يقول له هتصطاد عصفورة يا ابني، ده الجليات اللي قد كده، ايه اللي جايبه ده؟ لكن هو قال له ايه؟ قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا آتي إليك بقوة رب الجنود.
فالإيمان وربنا وقوة ربنا، والأعمال الحاجة البسيطة اللي هي الحصباية والنبلة وراح منشنها جت في دماغه وهكذا. يعني مهم الاتنين دول، الإيمان والأعمال، الجهاد والنعمة، ربنا وأنا، كده كل الأفكار تتبخر وننتصر عليها بقوة ربنا. سيدنا في ساعات أسباب نفسية تبقى زي القلق، الخوف، الاضطراب، دي برضو ممكن ان هي تكون لها تأثير على أفكارنا؟ طبعا طبعا، لأن الإنسان أصلا ما هوش حتت، هو أجزاء متفاعلة، نفس اللي قلناهم كتير زمان، الجسد والنفس والعقل والروح بيتفاعلوا مع بعض. فممكن نفسيا مثلا أنا خايف من الشيطان، يقول لك اللي يخاف من العفريت ده حقيقي يطلع له. الناس يقولوا انا مرعوب من الشيطان، الشيطان بقول له ايوه وقعت في ايدي بقى. واللي بقى يقول لك قاوموا ابليس فيهرب منكم، ما يخافش بقى من عدو الخير فينتصر. فده الخوف. وهكذا كل شعور، كل حرب، كل تجربه عايزه الحاجتين دول مع بعض، ربنا وانا. ربنا لوحده مش كفايه، انا لوحدي مش طبعا ربنا قادر على كل شيء، بس ما ينصرنيش الا لما اكون انا كمان باخد دوري معاه واقول له ساعدني، وهكذا ننتصر. قداسة البابا ليه قول معروف قوي بيقول ان الحرب الداخلية بتبقى اخطر بكتير من الحروب الخارجية، لان الانسان فيها بيبقى ضد نفسه. فالاسباب النفسية اللي احنا ذكرناها دلوقتي يا سيدنا، يبقى كده انا ده يعني هي بتأثر عليا اكتر وتبقى الحروب اشد واصعب من الحروب الخارجية؟ يعني بس انا دايما بميل للتفكير الايجابي. يعني ايوه الحروب الداخلية اصعب لانها نابعة من جوايا. العدو بتاعي في الأوضة بتاعتي، في بيتي، ساكن معايا في بيتي، فطبعا ممكن يتعبني في أي وقت. لكن لما يكون الحروب جاية من بره، لما يبقى يجي المثير ده أبقى أتفاهم مع الحرب وهكذا. فهي دايما الأفضل التفكير الإيجابي، وهو يعني مزيد من الشبع بربنا، مزيد من الاستنارة بالإنجيل، مزيد من ضبط النفس والميول والعواطف وغيره، مزيد من السلامة الجسدية، مزيد من العلاقات الاجتماعية الناجحة في الكنيسة وفي المجتمع. الشخصية المتكاملة دي ما هتتعبش، عشان يبقى كده مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. طبيعي. يعني ايه مستأثرين؟ يبقى كل فكرنا متجه نحو ربنا، وحوله الأسير. يعني ايه الفكر جاي بيحاربني؟ ها؟ في واحد أول ما الفكر يجي يحاربه يستسلم له ويضيع. واحد لما أول ما يجي فكر يحاربه يروح لفه بحاجة كده وربطه ويأسره، ياخده أسير ويرميه في أوضة الأسرة. وفي ناس ما بتحسش إن في أفكار بتحاربها، ما بيجيش على بالها إن دي حاجة مش بيفكر في الموضوع، فسايب نفسه الأفكار غلط. أو العكس، إن يعني نشكر ربنا لو ما فيش أفكار، بس يعني دي حالة مثالية غير موجودة. سيدنا كتير بنسمع عن حروب الشياطين في مرحلة الشباب بالذات، فإزاي نقدر نتخلص منها؟ لا، ما حروب الشياطين، الشيطان لا بيسيب شباب ولا كبار، بس أنواع الحرب الشيطانية بتختلف. الشباب يحاربهم من باب الجسد، كبار يحاربهم من باب المادة، اللي عندهم مواهب يحاربهم من باب الذات. أبواب كتير للحرب. الشيطان ما بيسكتش، يقول لك إبليس عدونا كأسد زائر يجول ملتمسا أن يبتلع واحد، فبيلف حوالينا عشان يبتلعنا. لكن ليقل الضعيف بطل أنا، يعني أنا ضعيف بس بقوة ربنا هنتصر، وعشان كده يقدر ينتصر، ما يهموش من الشيطان. سيدنا دلوقتي معاد فقرة الإيميلز، بس نستأذن يافتك نخرج لفاصل. أصدقاء الشباب فاصل ونرجع لفقرتنا، خليكم معانا. أهلا بكم أصدقاء الشباب، ودلوقتي معاد فقرة الإيميلز، ونفكركم بإيميل البرنامج شباب في شباب @aghabi.tv، والجروب الخاص بينا على الفيسبوك شباب في شباب. سيدنا أول إيميل: أنا فتاة عندي 22 سنة، بمارس حياتي بطريقة عادية زي كل الشباب، لكن عندي مشكلة، وهي إن دايما بتحاربني أفكار في أحلامي، وبتكون أحلام وحشة جدا، وده بيأثر عليا، ولما بقوم من النوم بفضل أفكر في الأحلام دي، وساعات ضميري بيأنبني. سؤالي لنيافتك يا سيدنا: ايه اللي بيخلي الأحلام دي تجيلي؟ وهل الأحلام دي بتعتبر خطية على العلم إن هي بغير إرادتي؟ هي بغير إرادة الإنسان،
دي كلمة يعني عايزة شوية دراسة، يعني إن هي تبقى بغير إرادة الإنسان، لكن لأنها متخزنة جوه نفسه فيها ومش عايز ينفذها عشان المجتمع، عشان ضميره، عشان الناس، واخده بالك؟ فشهوة جوانية نفسه ينفذها بس ماسك نفسه بالعافية عنها، فتظهر بقى في الأحلام. دي الأحلام اللي نقدر نسميها يعني من عدو الخير، أحلام سلبية بتطلع المكنونات الداخلية اللي ما بقدرش أنفذها في الواقع، فتبقى في الأحلام. دي حرب طبيعية جدا جدا في حياة الإنسان. لما يلاقي حاجة زي كده يرشم صليبه ويستسمح ربنا ويعتبر إن في شهوة مش مظبوطة، يحاول يقول له رب ساعدني أتخلص منها، ويتعاون مع أب اعترافه في كده. ده نوع من الأحلام. لكن في نوع تاني أحلام نفسية بقى. نفسية يعني إيه؟ يعني مش بقى شيطانية من عدو الخير بيحاربه، نفسية. يقولك الجعان يحلم بسوء العيش، يعني نفسه في حاجة ما تحققتش، مثلا نفسه يبقى غني، نفسه يبقى غني وزعلان ان هو فقير، فيحلم ان هو لقى كنز وفلوس كتير وعمال يعد فلوس، 1000 2000 3 4، يفتح عينه يقول يا طلع كله ايه حلم. ده احلام نفسيه. في احلام تاني حارسه للنوم. يعني ايه حارس للنوم؟ يعني يكون هو نايم وظابط المنبه الساعه 5 عشان يذاكر مثلا، فاول ما يجي الجرس بتاع المنبه يرن يحلم ان هو في كنيسه وجرس الكنيسه بيرن وابونا داخل وهيبتدي الصلاه. لو المنبه بايخ شويه وتقيل يصحى يلاقي المزيكا بتاعت الرنه دي كانت في دماغه بالظبط. بيبقى ربنا بيسمح للإنسان بالحلم ده عشان يستمر في النوم. المثير الخارجي ده يتحول إلى حلم عشان تعدي، إلا إذا كان مثير يعني تقيل فبيصحيه. آخر حاجة ودي أهم حاجة وأحسن حاجة، الأحلام من ربنا بقى. اللي يحلم بالقديسين، اللي يحلم بالعذراء، يحلم بالمسيح، بس ما يقعدش بقى يعلق عليها يقول ده أنا بقيت ياما هنا وياما هناك. لا أبدا، يقول الأب اعتراف، ربنا بيعزيك بيشجعك، ارشم صليبك وانسى الموضوع. سيدنا، بمناسبة موضوع الأحلام بالقديسين ده، يمكن بتتناقل حاليا بينا كتير إن اللي يشوف القديس في الحلم ومش ماسك صليب يقول لا ده الشيطان جاي في زي قديس. لو لابس اسود يبقى ده شيطان، لابس لا ابيض. لا لا لا, لا أنا مش عايز اسمع حتى مش عايز اسمع. القديس قديس، ماسك صليب ولا مش ماسك صليب قديس، المهم بيقول له ايه. الحكايه مش في الشكل انه ماسك ولا مش ماسك صليب. مع عدو الخير الشيطان لما يكون حد بيخرج شيطان، ساعات الشيطان يقعد يقول كلام حلو جدا بالظبط، والمسيح هو ربنا مش عارف ايه، فيقول لنا شايفين بيقول ايه، بعدها بشويه يقول لك ضحكت عليك، لا ربنا ولا بتاع. ما نمشيش ورا الشيطان ابدا ولا ورا الاحلام. ف حكايه ان ماسك صليب، لا، قال ايه الشخص اللي ظهر ده او جالي في حلم؟ قال كلام يبني؟ قال كلام يمجد ربنا؟ ولا قال كلام وحش؟ لا، يبقى خلاص الافراز هنا بالعقل وبالمسلمات اللي موجوده في كتاب مقدس. واب الاعتراف موجود، بحكي له الحلم واريح دماغي. سيدنا، تاني ايميل، انا فتاة 16 سنة لا ارى منذ ولادتي. ساعات بتجيلي افكار ان ربنا ما بيحبنيش، وان لو كان بيحبني ليه خلقني كده. ورحت لحد يصلي لي ويصلي معايا لكن ما حصلش نتيجة، وده عمل لي احباط اكتر. ساعات بيجيلي افكار ان كمان شكلي وحش واني مش مقبولة من الناس، لدرجة اني مش عايزة حد يشوفني. يا ريت تساعدوني وتصلوا من اجلي. لا دي يعني اللي ينطبق عليها كلمة الكتاب، يعطي مع التجربة المنفذ لنستطيع أن نحتمل. هي عايشة في تجربة، لكن التجربة دي معاها منفذ. مثلا ياما شفت أنا مكفوفين بالجسد لكن عندهم بصيرة روحية على أعلى مستوى، زي القديس ديدموس. لما القديس أنطونيوس
قال له اوعى تزعل عشان فقدت البصر المادي اللي بتشوف بيه الحشرات، انت عندك بصيرة جوانية تشوف بيها الملائكة. فانا بص بقى للبديل بقى. فكمان في بديل فكري وعلمي، تلاقيه هو يبقى كفيف مثلا ويبقى شاطر جدا وناجح علميا، لدرجة ان احد الاحباء منهم لما وصلنا الاختراع ده بتاع الكمبيوتر برايل. يعني ايه هو برايل دي؟ وطريقة برايل للمكفوفين عبارة عن مجموعة حفر، والواحد ينقط النقط دي تساوي ألف، والنقط دي تساوي ب، والنقط دي عشان يكتب. فبياخده بخط بالمخراز بإيده كده يكتب عشان تطلع حروف بارزة، ويقعد يقراها بصوابعه كده. طريقة برايل دي يكتب الصفحة في نص ساعة. دلوقتي الكمبيوتر بيكتبها في نص دقيقة بالكمبيوتر. فنفس المكفوف عارف الحروف لانها بارزه قدامه على الكيبورد، فيبتدي يقرا كده 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 في نص دقيقه يخلص الصفحه. الجميل بقى، واحد من حبايبنا اللي معانا في المهرجان كان الكمبيوتر البرايل ده بيكتب عربي ويكتب انجليزي، هو خلاه يكتب قبطي اول مره في العالم. ظبط عليه القبطي بحيث ان طلعنا بعد كده المسابقات بتاعتنا بالبرايل بالكمبيوتر. فياما ربنا بيديهم يعني جبروت في حتت كده، في السمع، في التفكير. فتبص تلاقيهم عندهم مواهب فائقة، بحيث الواحد يقول طب وانا يعني ينفع ايه ان انا نظري حلو ومخي مفيش؟ لازم ربنا بيعوض يعني. بالظبط كده، يعطي مع التجربة. هو ده المنفذ بقى. والمهم الخوف والخطر من أعمى البصيرة وليس البصر. طبعا، لأن ده يوقعه في حاجات خطيرة. سيدنا آخر إيميل: أنا شاب 27 سنة، للأسف يا سيدنا كل أفكاري وعقلي مليانين صور ومشاهد ومناظر غير نقية، مش عارف أهرب منها إزاي. على الرغم من كده إن كل الناس بتشهد لي بحسن الأخلاق، حاسس إني غرقان مش عارف أعمل إيه. يمكن أول مرة بقول الكلام ده لحد، إني فعلا محتاج مساعدة نيافتك. ده مختلف عن اللي فات. اللي فات أحلام يعني لا إرادية، لكن دي أفكار إرادية إرادته. واخده بالك؟ يعني ده غير ده السؤال. أفكار إرادية يعني عمال يشوف مثلا يسرح في صور معينة هو ينشئها، أو يشوف مشاهد معينة على الكمبيوتر أو غيره. فهو يعني الأفكار والشهوات بتحاربه وتتعبه، بينما هو شاب ممتاز لأنه بيخليها بس جوه الفكر، ما بيغلطش بره. فالناس كلها بتمدحه زي ما انت بتقولي، لأنه سلوكيا حلو. فده إنسان وصل إلى نص الانتصار اللي هو الانتصار الخارجي، باقي النص التاني الانتصار الداخلي. الانتصار الداخلي ده المسيح، مفيش غيره. ليه بقى؟ يعني شوفي كلمة الكتاب المقدس يقول له إلى ذكرك وإلى اسمك شهوة النفس. فهو بيفكر في ربنا ويتلو اسم ربنا على طول. تبص تلاقي على طول تشيع في داخله أفكار مقدسة وشهوات مقدسة ورغبات مقدسة، فما يبقاش تعبان زي كده. ولو وقع في حاجة على طول يلاقي نفسه زي نور أحمر نور كده، غلط سامحني يا رب، خلاص خلاص. ولو هو مثلا عمال يا رب يسوع ارحمني يا رب، يلاقي نفسه مثلا بيبص الصورة مش مظبوطة وبيقول يا رب يسوع أنا بشوف الصورة دي سامحني يا رب. واخد بالك؟ الشبع الذي يطرد الفكر الرديء يعني. فهو مطلوب بقى من الإنسان كده إن هو إذا انتصر خارجيا في السلوك ينتصر نقي أولا داخل الكأس يظهر خارجها نقيا. المسيح عايزنا نقاوة جوه وبره، هو اللي يقدر ينقينا. لأن إيه يعني اعطيني قلب نقيا اخلق فيا الله، مش انا اللي اخلقه، هو ربنا، بس انا اساعده وهكذا. فيعني كلها حاجات جميلة وعملية واقعية في حياة الشباب، ان احنا نبني الداخل زي ما بنبني الخارج، لان كل اناء ينضح بما فيه. الافكار اللي عمال تشتغل جوه
انا ماسكها شويه دلوقتي، بكره تبقى تكتر فتروح طلع وتعمل لي مشكله. احسن لي يكن فيكم فكر المسيح بقى، وقلب المسيح ومحبه المسيح ونعمه المسيح، تخلي الافكار طالعه كويسه. جميل يا سيدنا، وبنشكر نيافتك جدا جدا. ومن كلام نيافتك زي ما قلت لنا ربنا يدينا الشبع لمطاردة كل الافكار الشريره. تمام. شكرا يا سيدنا. تمام. يقول لك النفس الشبعانه تدوس العسل. مظبوط. شكرا يا سيدنا. شكرا. اصدقاء الشباب، بعد ما عرفنا معاكم انواع وحروب الفكر، بنرفع قلبنا لربنا ونقول له كل فكر لا يرضي صلاحك فليبعد عنا. اشوفكم الحلقه الجايه من شباب في شباب.